ودابا من بعد ما جينا للدار بغيت ندير لهم واحد الشوربه ديال الشعريه اللي صراحه انا منين كنديرها لهم كنفرح بزاف داك النهار، لان كلشي كياكلها. لان واحد الشوربه خفيفه وصحيه، وكاع الوليدات كتعجبهم، لان كتعرفوا بان الوليدات ما كتعجبهمش يشوفوا داك الخضره وداك الشيء. فهذه طريقه زوينه اللي تقدري توكلي الوليدات يعني شوربه فيها فوائد وفيها عناصر مغذيه وياكلوها بلا ما يسيقوا الخبار. هذه المهم، هذه الطريقه ديالي انايا كنديرها كتعجبهم بزاف. درت هنايا درت هنايا الدجاج اللي بطبيعه الحال نقيته من قبل، انا ما كتعجبنيش الجلده كنحيدها. درت شويه زيت الزيتون، درت داك الدجاج، درت واحد البطاطا، درت جوج خيزوات صغار، درت بويرو بصله، ودرت شويه ديال المعدنوس. هذا الشيء كامل غادي ندير عليه مليحه على حسب الذوق ديالكم، كل واحد والذوق ديالو في الملحه، وغادي نمرق عليه. يعني غادي يتغطى بالماء. الا عندكم يعني شوربه ديال الخضره والشوربه ديال الدجاج، انا ما كانتش عندي صراحه، ولكن الا كانت عندكم من الاحسن ما كانش عندكم ماء ديروا ماء عادي. سديت عليها من بعد ما طابت الدجاج، راه دغيا غادي يطيب هو والخضيره. من بعد ما كطيب عفوا كنحيد الدجاج، نحيدو ابار، نخليه نحيدو ونخليه ابار. باش شنو غادي ندير دابا؟ غادي هذيك الخضره غادي نطحنها. وهنا فين كاين التروكو. التروكو ديال مندروكو، هناك فين كاين يعني سميتو، يعني الوليدات ما غاديش يعرفوا واش كاينه الخضره. غادي نحيد بطبيعه الحال هذاك الربيع، وغادي نحيد شويه ديال الخضره كنخليها لولدي كياكلها الصغير، وغنخلي شي الاخر غادي نطحنو. المهم نتوما على حسب الخضره خليوها كامله طحنوها. الا كانت كتعجبكم تبقى باينه تبقى خليوها، ولكن هذه الطريقه ديالي يعني كتجي زوينه بزاف. كطحني الخضره ما كتبقاش باينه. هانتوما غادي تشوفوا دابا كيفاش غادي نطحنها. يعني وكيفاش غتولي يعني المنظر ديالها مزيون بزاف. المهم طحنوها نتوما كيف ما بغيتو، يعني الا بغيتو تحيدوها وطحنوها في الكاس، يعني على حسب الطحن اللي عندكم. انا هنا منين طحنتها ولات كي بحال هكذا، يعني كتجي اللون، هي كتعطي داك الخضره كتعطي اللون ديالها. ما كتحتاج لا عطريه لا بهارات لا حتى شي حاجه. 100% بيو سالودابلي، يعني صحيه مغذيه، وفي نفس الوقت ما فيها حتى شي حاجه. يعني يقدروا ياكلوها الناس ديال الريجيم، الناس اللي دايرين شي دييتا، الناس اللي عندهم حساسيه من اي حاجه. وبطبيعه الحال تاكليها في الليل خفيفه، يعني في العشاء خفيفه ولذيذه. هنا زدت واحد كاس صغير، يعني بحال الا قلتي نص كاس ديال العنبه ديال الشعريه، تكون متوسطه، ما تكونش ديك الرقيقه بزاف لان غادي تذوب وما تبقاش باينه. من احسن متوسطه زيدوها. ورديتها هنايا فوق العافيه حتى طابت. الشعريه راه دغيا غادي طيب كما كتشوفوا المنظر ديالها مزيون. ومن بعد شنو غادي ندير دابا؟ هذاك الدجاج اللي كنت حيدت قبيله غادي نفرتو، غادي نحيد داك العظيمات وغادي نفرتو ولا قطعيه كيف ما حب الخاطر. رديتو باش هكذا باش يعني نستافد منه. وهنايا الشوربه ديالي وجدات. هذه هي الشكل النهائي ديالو. كنتمنى تعجبكم بالصحه والراحه، وشكرا.